80% من آثارها لا تزال تحت الأنقاض. قلعة بني حماد عاصمة الدولة الحمادية التي تأسست قبل 10 قرون على سفح جبال المعاضيد بولاية المسيلة. تقع أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالجزائر. هذا المعلم الذي يعود تاريخه لأكثر من 10 قرون كان إحدى العواصم التاريخية للجزائر، ويتعلق الأمر بقلعة بني حماد التاريخية التي تقاوم الزمن للبقاء بعد أن دمرت الحياة فيها، وتكفل الزمن والتغيرات الجغرافية بما تبقى منها لتبقى مئذنة مسجدها الكبير وبعض أسوارها شاهدة على أهم فترة في تاريخ الجزائر. تعد قلعة بني حماد عاصمة ثاني دولة إسلامية تقوم بالجزائر التي كانت حينئذ يطلق عليها تسمية المغرب الأوسط، وذلك بعد الدولة الرستمية في القرن التاسع الميلادي. كان تأسيس الدولة الحمادية نتيجة اتفاق حصل بين حماد بن بلكين الزيري مع ابن عمه باديس بن المنصور بن بلكين سنة 1004 ميلادية، بموجبه انشق حماد بن بلكين عن الدولة الزيرية وأسس دولته الخاصة في منطقة الحضنة، وحكم من خلالها الجزائر الشرقية، وأصبحت قلعة بني حماد عاصمة لها بينما حكم باديس الدولة الزيرية. ويعود تاريخ إنجاز قلعة بني حماد إلى سنة 1007 على يد حماد ابن بلكين الذي اختار مكانا محصنا واستراتيجيا لقلعته فوق سفح جبل وعلى ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر، وذلك بغية عمليات المراقبة العسكرية للأماكن المجاورة. لم يعش حماد بن بلكين ليرى اكتمال بناء قلعته، فقد دامت فترة بناء هذا الصرح الإسلامي العظيم 30 سنة، بحيث اكتملت في عهد ابنه القائد بني حماد، بينما توفي حماد بن بلكين سنة 1028. وعلاوة على كونها العاصمة السياسية للدولة الحمادية، فإن قلعة بني حماد تحولت إلى مركز إشعاع حضاري لعقود طويلة، بعد أن استقر بها ومر العديد من العلماء المسلمين، أبرزهم يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن النحوي والعالم الجغرافي الإدريسي. وبقيت القلعة عاصمة للدولة الحمادية حتى قيام خامس ملوك بني حماد وهو الناصر بن علناس بن حماد ببناء مدينة بجاية التي أصبحت فيما بعد عاصمة الحماديين. كان الموقع الذي اختاره حماد بن بلكين لبناء قلعته وعاصمة دولته مكانا استراتيجيا ساعد على بقاء القلعة بعيدة عن المخاطر والهجمات من قبل القبائل والقوى المعادية من خلال جملة من التضاريس الوعرة التي صعبت اختراقها. فقد كان يحد القلعة من الغرب هضبة قوراية، ومن الشرق شعاب وادي فرج، وقد وضع للقلعة 3 أبواب: باب الأقواس وباب جراوة وباب الجنان، ويحيط بالقلعة سور عظيم مبني بطريقة مذهلة وبالحجارة المسننة المستخرجة من نفس الجبل. ووصفها ابن الأثير بأنها من أحصن القلاع وأعلاها، لا ترام على رأس جبل شاهق يكاد الطرف لا يحققها لعلوها. ويتوسط القلعة المسجد الكبير الذي لا تزال مئذنته صامدة حتى الآن، ويبلغ عرضه 56 مترا من الشرق والغرب، وطوله 64 مترا من الشمال إلى الجنوب، ويتوسط الجدار الشمالي مئذنة. كما تتميز قلعة بني حماد ببعض المعالم الأثرية، أهمها قصر المنار الذي يعتبر أحد أصغر المساجد في العالم، هذا بالإضافة إلى القصور الأخرى الممتدة عبر مساحات القلعة التي بناها حماد بن بلكين على غرار قصر الأمير وقصر المنار وقصر السلام وقصر الكواكب. بقيت قلعة بني حماد مدينة إسلامية مزدهرة طيلة فترة قيام الدولة الحمادية، لكن مع سقوط هذه الدولة سنة 1152 تعرضت قلعة بني حماد إلى تخريب كبير دمر جزءا كبيرا من معالمها وعمرانها، فكان آخر ملوكها هو يحيى بن العزيز الذي قام بإخلائها قبل أن تعمرها القبائل الهلالية. ومنذ ذلك الوقت بقيت قلعة بني حماد تعيش تحت الظل وتخسر مع الزمن ما تبقى من آثارها. تم تسمية موقع قلعة بني حماد الذي تبلغ مساحته 150 هكتارا في عام 1980 كمركز تراث عالمي لليونسكو. وفي عام 2007 دعا ممثل ديوان قلعة بني حماد في ذكرى ألفية تأسيس القلعة إلى مواصلة الحفريات في قلعة بني حماد التي لم يكتشف منها حتى اليوم سوى 20% من الآثار، مبينا أن 80% من قلعة بني حماد ما زالت غير مكتشفة ومدفونة تحت الأرض. وتعد حاليا
قلعة بني حماد من الوجهات السياحية المفضلة لمحبي الآثار التاريخية بالجزائر، فالموقع الذي يبعد عن ولاية المسيلة ب36 كيلومتر يتميز بمناظر طبيعية ساحرة، خصوصا في فصل الربيع الذي تكتسي فيها جبال الحضنة باللون القمحي.